انا حكيت مره عن الويب سايت ده لواحد صاحبي يعرفه يعني كويس قوي، قال لي ان ده بيخدم اهداف الماسونيه بشكل كبير جدا. في ويب سايت وابلكيشن اسمه كاوتش سيرفنج، تعمل عليه بروفايل، وفرضا انت مسافر برشلونه فبتبعت للناس اللي عايشه في برشلونه وتقول له ممكن تستضيفني عندك، لو وافق فمبروك عليك، انت كده وفرت اكبر بند في السفريه اللي هو الاقامه. طب ايه بالنسبه للامان؟ ايه النظام؟ طبعا هو ريسك كبير، انت هتروح تقعد عند حد انت ما تعرفوش وعمرك ما شفته قبل كده، بس الابلكيشن عامل لك شويه حاجات كده عشان تاخد بالك وتطمن قبل ما تسافر. اولا لازم تبص على بروفايل الشخص كويس جدا، في حاجه اسمها الريفرنس، اي حد قعد عند الشخص ده قبل كده او هو استضافه قبل كده بيسيب له ريفرنس، الريفرنس ده يا اما بيكون ايجابي يا سلبي. طبعا انت لو لقيت عند حد في اي ريفرنس سلبي اوعى تروح عنده، وخلي بالك الويب سايت عامل حاجه كويسه جدا ان لو في ريفرنس سلبي مستحيل الشخص يعرف يمسحه، دي حاجه بتطمنك ان الشخص ده الى حد ما امان. ستيل ريسك كبير لانه ممكن يكون الريفرنس اللي مكتوبه له دي اصحابه هم اللي كاتبينها، ستيل برضه ريسك، بس هو ده حلاوه السفر ان انت تاخد الريسك عشان تتعرف على ناس جديده. انا بصراحه جربت الويب سايت كتير وقعدت عند ناس في تايلاند وفي ماليزيا وفي اندونيسيا وفي الصين وغانا، والتجارب الصراحه كانت كلها تجارب عظيمه جدا، والناس دي ستيل احنا اصدقاء لحد النهارده، وفي منهم ناس كمان جت مصر واستضفتهم عندي.